أن من يسير هذا الكون هو الله. إذا أظلم على الإنسان أو أظلمت على الإنسان همومه، إذا رأى أحوال المسلمين اليوم والأعداء ينقضون عليهم من كل مكان ويخذلهم القريب والبعيد، وأحس وشعر وأيقن أنه عاجز عن نصرتهم، عندما ترى الإسلام يحارب من كل مكان وتكالبت وتجمعت عليه الأمم بالتهم، يا من يرى أن الكفر قد انتفش والباطل والطغيان كذلك، تذكر أنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة مختفيا خائفا على نفسه من رصد أعداء الله له من المشركين. خرج من مكة مختفيا مع صاحبه الصديق، وجلس في الغار أياما، وكان الله يدبر له الأمر، واجتمع كفار قريش يبحثون عنه، فأنزل الله تلك الكلمات وتلك الآيات التي تهتز لها قلوب المؤمنين. أنزل الله تلك الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم مختفيا في شدة ضعفه والكفار في شدة قوتهم. قال الله: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. نزلت هذه الآيات بينما هو عليه الصلاة والسلام في خوف وفي ضعف، ثم جاء النصر. فبعد أقل قرن من الزمان كان الأذان يصدح من الأندلس إلى الهند، ورفرفت راية التوحيد من أراضي الصين وفرنسا. وصدق صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام أو ذلا يذل به الكفر. فصبرا يا إخواننا في غزة، إن بعد العسر يسرا. صبرا يا إخواننا في السودان واليمن وسوريا وغيرها من بلدان المسلمين، صبرا، فالله مدبر الأمور، وبعد العسر يسر، وبعد الظلام نور، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صبرا، ستنكسر شوكة الكفر وتضمد جراح المهمومين، ما دام الله هو المدبر وبيده تصرف الأمور كلها وإليه يرجع الأمر كله. أيها الموجوع صبرا، إن بعد الصبر بشرى. أيها الشاكي بليل، سوف يأتي النور فجرا. أيها المكسور قل لي، هل يديم الله كسرا؟ هل يديم الله كسرا؟ يا عزيز القلب مهلا، إن بعد العسر يسرا. يا عزيز القلب مهلا، إن بعد العسر يسرا. فاللهم فرج عن المهمومين، اللهم فرج عن المهمومين، اللهم اجبر المكسورين، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا. يا مدبر الأمور دبر أمورنا، يا مصرف الأمور صرف أمورنا لكل خير. اللهم أنجي المهمومين وأنقذ المحرومين وأنجي المظلومين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم في غزة. اللهم إنهم قد تكالب عليهم الأعداء من كل مكان. اللهم فبعزتك وبقوتك اجعل بأسك على الذين ظلموا. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عن إخواننا المهمومين والمأسورين والمظلومين.
كن لهم عونا ومعينا ومؤيدا وناصرا يا رب العالمين. اللهم أذل الكفر وأهله، اللهم اكسر راية المفسدين، وانتقم من المجرمين، ودمر اليهود الغاصبين، واجعل لأمة حبيبك فرجا قريبا يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، إنك سميع قريب مجيب الدعاء.